لما أصبح الحسين يوم عاشوراء وصلى بأصحابه صلاة الصبح، قام خطيبا فيهم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله سبحانه وتعالى قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. ثم صفهم للحرب، وكانوا 77 ما بين فارس وراجل، فجعل زهير بن القان في الميمنة وحبيب بن مظاهر في الميسرة، وأعطى رايته أخاه العباس، وثبته عليه السلام وأهل بيته في القلب. وأقبل عمر بن سعد نحو الحسين في 30,000، وعلى الميمنة عمرو بن الحجاج الزبيدي، وعلى الميسرة شمر بن ذي الجوشن، وعلى الخيل عزرة بن قيس، وعلى الرجالة سبث بن ربعي، والراية مع ذويد مولاه. وأقبلوا يجولون حول البيوت فيرون النار تضطرم في الخندق، فنادى شمر بأعلى صوته: يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة. فقال الحسين: من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشن. قيل: نعم. فقال له: يا ابن راعية المعزى، أنت أولى بها مني صليا. ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم، فمنعه الحسين وقال: أكره أن أبدأهم بقتال. ولما نظر الحسين إلى جمعهم كأنه السائل، رفع يديه بالدعاء وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. ثم دعا براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه جلهم: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم. فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النص من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل. وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما سمعنا النساء هذا منه صحن وبكين وارتفعت أصواتهن، فأرسل إليهن أخاه العباس وابنه علي الأكبر
وقال لهما سكتاهن فلعمري ليكثره بكاؤهن. ولما سكتنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وعلى الملائكة والأنبياء، وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره، ولم يسمع متكلم قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه. ثم قال الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم، وأعرض بوجهه الكريم عنكم، وأحل بكم نقمته وجنبكم رحمته، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنكم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم. لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما ترهدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. قوم كفروا، هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم، فبعدا للقوم الظالمين. أيها الناس انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه. وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ فقال الشمر هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول. فقال له حبيب بن مظاهر والله إني أراك تعبد الله على 70 حرفا وأنا أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول. قد طبع الله على قلبك. ثم قال الحسين فإن كنتم في شك من هذا القول أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب
ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة، فأخذوا لا يكلمونه. فنادى يا شبث بن ربعي ويا حجار بن أبجر ويا قيس بن الأشعث ويا زيد بن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن اقدم؟ قد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندة. فقالوا لم نفعل. قال سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم. ثم قال أيها الناس إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض. فقال له قيس بن الأشعث أولا تنزل على حكم بني عمك، فإنهم لن يروك إلا ما تحب ولن يصل إليك منهم مكروه. فقال الحسين أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم أكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. عباد الله، إني عذت بربي وربكم أن ترجمون. أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ثم أناخ راحلته وأمر عقبة